ده راجل عامل بطولة شخصية مش مصرية، يعني واحد عامل بطله مرابي اللي هو كان ايه؟ مش مهم مين كان ايه، لكن الشخصية دي مش مصرية، حي شعبي مرابي ومعاك ملايين. انت كداب قوي، ما تعرفش البني ادمين. يبقى ازاي انت مش عارف المصريين ومش عارف الناس بيتعاملوا ازاي، وتتكلم كمان على كتابهم؟ اهلا بيكم حلقة جديدة من بودكاست على الكنبة. لما نتكلم عن السينما المصرية وعن الدراما المصرية لازم نفتكر هي فوضى، لازم نفتكر جبل الحلال، لازم نفتكر حين ميسرة، دكان شحاتة، المدينة، حاجات كتير قوي. ولما نتكلم عن الأعمال دي بالذات لازم نتكلم عن العنصر الأول والأساسي، عشان ناس كتير بتقولك لا الإخراج، لا الكتابة، لا الفنان. العنصر الأول اللي بتقوم عليه هذه الأعمال هو الكتابة، يبقى لازم نتكلم فيها عن الكاتب. معانا ومعاكم النهاردة الكاتب الروائي السيناريست ناصر عبد الرحمن. اهلا بيك يا ناصر. اهلا وسهلا، منورنا على الكنبه. اشكرك. ربنا يخليك، انا مستوي ان انت ربنا يخليك، انا مستوي ان انت معانا انا النهارده. من جمهور انا فكره، انا من بتوع الكنبه، صح؟ احنا كلنا حزب الكنبه. انا من حزب الكنبه، وانا ازعم ان مصر من يعني الشخصيه المصريه من مميزاتها حزب الكنبه وعواجيز الفرح ومعاشات القهوة، الله، والأطفال بتوع المدارس وطلبة الجامعة والنمل اللي ماشي والملح اللي في الأرض والزرع اللي في الشجر. هو يعني هي دي مصر. يعني احنا المجموع، ما احناش النجوم، لا، المجموع بتاعنا هو النجم الحقيقي. مظبوط، كل حاجة من دول بتكمل الشكل العام للتابلو بتاع الدولة المصرية الأصيلة، خلينا نقول. أيوه. طيب بما إننا ابتدينا بالأصالة، عايزين نبتدي بأصل ناصر عبد الرحمن. ناصر عبد الرحمن اتولد واتربى في حي رود الفرج بشبرا، أجدع ناس. يعني اللي هو لا والله دايما يقول لك الشبراوي جدعان، الشبراوية جدعان. فعايزاك تكلمني عن حياتك في شبرا، وعن انت اصلك صعيدي، فعايزين نتكلم بقى عن انتمائك لشبرا ومع الأصل الصعيدي ومع الأهل ومع الأب اللي أثر فيك جدا جدا. قولنا عشان عندنا مراحل كتير جدا ومحطات كتير في حياتك. هو انا مواليد رود الفرج، شارع عويس البحيري بجوار مدرسة سامي البارودي. انت كده يجوا يزوروكم. مولود في بيت جدي، ابو امي وستي، يعني ام امي. قعدت شوية هناك قبل ما اروح بيت ابويا، وبعد كده بيت ابويا برضو في رود الفرج. فانا عشت في رود الفرج، هو حي اقرب للصعيد منه، او اقرب للريف منه للمدينه. هو صحيح شعبي، لكن اصوله وعاداته وافراحه وعزاه وخناقاته كلها قبليه صعيديه عصبيه، حاجات شبه كده. فما كانش في فرق كبير بين رود الفرج اللي اهلي كانوا بيقعدوا فيها طول السنه، ويجوا في الشتاء يسافروا سوهاج. كنت بسافر معاهم يعني سوهاج، فما كنتش بحس بفرق. يعني هنا زي هم نفس الناس، نفس الطباع ونفس اللبس حتى. يعني امي بتلبس نفس اللبس هنا وهناك، ابويا بيلبس الجلابيه هنا وهناك، فما كانش فيه اي اختلاف. فكان حي مميز جدا على النيل، كله كان على النيل. فكان لما ستي تقول لي عاوز اشم هوا، اخدها اطلع بيها 3 دقايق ابقى على الكورنيش. ما كانش فيه اسوار على الكورنيش، يعني انتوا بينكم الكورنيش للنيل على طول. الكورنيش زمان، زمان يعني في السبعينات، كان كان في ارض اسمها ارض طينيه، فيها حاجات ربانيه كده طالعه منها ذره وحاجات كده، نباتات. احنا بنقعد بقى في الصخور دي على النيل. فما كانش فيه والكورنيش كان حته صغيره كده، ممشى صغير، لكن كله عائلات هناك. يعني عشت طفولة جيدة جدا. يعني مثلا كنا نتفرج على أفلام هندي، نطلع كلنا على الكورنيش نقلد الفيل صديقي ومش عارف ايه والحاجات. نتفرج على بروسلي، كلنا نروح عند النجار نعمل فرمانش
اللي هو الخشبتين اللي في النص حديدة، ونطلع كلنا نلعب كاراتيه قال يعني كل واحد فينا في بروسلي، ننزل المية لحد الناحية التانية، نطلع فوق كوبري رود الفرج، نطير طيارات على الكوبري. فكانت طفولة سعيدة ومتشبعة الأفراح كان فيها حصينة وتحطيب مثلا كل الأفراح كانت بتبدأ بمونولوجيست لازم ما كانش تنمر أيامها. لا ما كانش بيقولوا على لازم لا هو بيتنمر والناس بتتنمر بيه، بيقعدوا يتريقوا على بعض. قصدي ما كانش ايامها في كلمه التنمر وكده، كانت الموضوع يعني انا شفت بعيني المليجي، وشفت يعني ناس مهمه يعني. محل جدي في العتبه في بجوار شارع اسمه محمد علي. فانا كنت بقعد على قهوه التجاريين هناك اشوف المطربين والفرق. كانوا زباين جدي بيجوا 3 الصبح و4 فرق شعبية غلابة، اللي معاه كمانجا، اللي معاه أكورديون، أيوة. وياخدوا فكة ويروحوا. فكانت الحقيقة لما بعد 7 سنين أو 8 سنين كده أبويا عاوز يشدني شوية، وداني المحل بتاعه في الشارع السندقية في جوار سيدنا الحسين. فشفت عالم آخر كله روحانيات، بيروحوا يصلي في جامع الأشرف، بيروحوا يصلوا عند سيدنا الحسين، بيروحوا يصلوا عند الشيخ صالح يعني الجعفري صلاح الشيخ كده. يعني دي طفولة بالنسبة لي سعيدة جدا لحد ما خلصت معهد سينما، وأنا كنت بلا مسؤولية. طفولة وشباب كل وحب وكل حاجه يعني انا كنت بقى متشبعه يعني خارب الدنيا بقى يعني لانه بنات شبرا حلوين قوي. انا كنت بحب بنت في عند الراعي الصالح كده، واحنا مدرستنا اخر شارع في ابن الرشيد، يعني فيها مثلا 2 كيلو ولا 2 كيلو ونص. كنت بتمشي عشان الصبح لازم اروح قبل ما يعني لازم اروح قبل البتاع وارجع قبل ما يقفلوا المدرسه عشان اشوف البنت دي، اشوف بس صباحها من خلال الابتسامه بتاعتها، بس من غير ما تكلمها. لا ازيك عامله ايه وخلاص، بس كده. ما هو ده الكبير يعني. او ناكل ايس كريم بعد المدرسه عند مدبولي قاسم في شارع شبرا وخلاص. بس كده. دي كنا طيبين قوي. والله انت حسن. طيب نرجع بقى تاني لأيام الطفولة بتاعت ناصر عبد الرحمن. بيت أخ على 5 أولاد كمان لإخواتك؟ 5 أطفال؟ احنا 5، 3 بنات وولدين. أيوه. إيه بقى كان أخويا ابني بيني وبينه 15 سنة. أنا أكبر إخواتي. أنت الكبير. طب ده عشان كده أنا ابن جدي يعني أبو أمي وسط 5 صبيان، خوالي 5، فأنت كنت تقريبا من سنه. فكنت أنا السادس. وكان محلهم في الزمالك، كنا بنمشي من رود الفرج للزمالك على كوبري أبو ليلى بقى. الله يا سلام. طيب الطفولة اللي اتكلمنا عنها، طفولة رود الفرج، الطفولة السعيدة المتشبعة بأحداث كتير، شارع محمد علي، سيدنا الحسين، الحاجات دي كلها أثرت على ناصر عبد الرحمن الشاب والطفل إن هو يبتدي يكتب؟ أنا اتعلمت أصلا منهم. يعني احنا كنا في رود الفرج وأهلنا يعني عماتي والعيلة كلها في الكوامل، فكان لازم الوسيلة الاتصال اللي مستمرة كانت الجوابات بالقلم. القلم كان قلم كوبيا، ما كانش لسه حتى. فكنت أنا لأن أنا الكبير وكان والدي مش ما بيكتبش، وأمي كذلك وستي، فكانوا يقعدوا يملوك وانا عندي 6 يملوني. هم عاوزين يقولوا ايه لعماتي، فكان كلامهم صعب جدا طبعا. فكنت ساعات اتحايل على الحاجات اللي انا مش عارفها واعمل المعنى بتاعها البديل عشان اعرف اكتبها. فتعلمت منهم ازاي يبقى عندي مرونة في الكتابة بتاعه الافكار، وازاي انقل المشاعر كمان على الجوابات. انه ستي زعلانة مثلا، فتقول انا زعلانه منها جدا ومش عارف ايه وكذا وكذا، ومش هشوفها، مش هكتب، مش هتشوفك،
فلازم أعبر عن ده بكلام يوصل نفس المعنى من غير ما يحصل الزعل. فكنت في تصريف دي اللي في النص ما بين يعني اللي هم عايزينه ستي او امي او ابويا وما بين الواقع اللي انت كتبته اللي انا كاتبه، بيبقى بسيط لكنه في مرونة انا استفدت منها جدا. وكنت اخد الجواب ده اروح بيه السوق احطه في البوسطة واخد الجواب الجديد، تستلم الجواب اللي جاي لكم من السايت من الجواب، لان كان كمان ساعتها ما كانش فيه غير بس البوسطة فكنت كترة الجوابات دي لان يعني ده الكلام ده باستمرار. يعني ابتدائي كله، اعدادي قعدنا سنين طويلة عقبال ما يعني احنا شفنا التليفون ده في ثانوي. تمام. بس طول السنين اللي فاتت دي كنت انت بتكتب لهم جوابات بس، هي السبعينات والثمانينات ونص التسعينات كلها كده. عمرك كتبت جواب لوحدك؟ كتبت كتير. احنا كان المدرسة بتاعتنا اسمها الإيمان الثانوية بنين في شارع ابن الرشيد. في نفس المدرسة دي كانت جمعية اسمها الجمعية دي جمعية مسيحية، إيمان الثانوية بنين دي عاملة حاجة اسمها الإيمان الثانوية بنات. تمام. فاحنا نمشي هم يجوا، فترتين كان زمان، فرق بسيط يعني، فترة مسائية. فاحنا نروح كاتبين، انا كنت بكتب الجواب واحطه في الديسك، لان اللي جايه بنت انت عارفها ولا مش عارفها؟ ولا عمري شفتها. فنقعد بنكتب لبعض، وهي تكتب وانا اكتب وانا ما اعرفش، لان كلنا بنكتب فما حدش عارف مين بيقول ايه لايه. فكل واحد بيفتح على الرابع، البنات واحنا فعلا على الاخر. طب انت ما بتمضيش ان انت مين؟ طب ما امضي، ما امضي، ده احنا اصلا مدرسه طالعه ومدرسه داخله. يعني انت فضلت تكتب لوحده وهي تكتب لك من غير ما تشوفوا بعض؟ لا، ما هي اكيد بتتغير اصلا. المهم الرد بيبقى هو المستمر، دي اهم حاجه. اهم حاجه في تواصل. انها وصل لي الرد، ما افتح الدكه بتاعتها الاقي جوابها ايا كانت فرد عليه. فاحنا قعدنا ال3 سنين كلنا، مش انا بس يعني، في هذا الخضم الرائع من العواطف الحره فعلا. حرة على الاخر. انا مش عارف مين، يعني ممكن اكلم اي واحده على اساس ان انا اللي بعت لها، لان ممكن يكون حد تاني 200 طالبه قدام مني، انا كاتب لل200 وهي كذلك، هي كاتبه لل200. فكانت عيشه بصراحه كوميديا. هي كوميديا. واحنا فعلا لما كنا نهرب المدرستين، نهرب في جنينه الاسماك. عشان كده عملت فيلم جنينه الاسماك. فكنا نروح جنينه الاسماك، احنا شايفين بعض، احنا عارفين ان دي من الايمان وانا من الايمان، فخلاص احنا قرايب، انتوا خلاص كده احنا معارف خلاص. فبيبقى يوم لطيف وبتاع ونتفرج على السمك اللي مش موجود، ما كانش فيه سمك في جنينه الاسماك ساعتها، ونروح نتفرج على السمك اللي مش موجود. أيوة. طيب نيجي بقى لنقلة المدينة غيرت ايه في ناصر عبد الرحمن؟ المدينة دي يعني ده توفيق كبير من يعني ربنا اداهولي، ربنا وفقني فيه على الآخر، لأن ده كان مشروع تخرجي وأنا في سنة رابعة، كنت صغير يعني. وبعدين لما خلصت المشروع بدري أول أسبوع في سنة رابعة، فدكتور أيوب الله يرحمه قال لي خلاص أنت نجحت. والأسبوع اللي بعده قال لنا السيناريو ده هديه لا إما الأستاذ داود عبد السيد يا إما الأستاذ يسري نصر الله. والاثنين كانوا أسامي كبيرة جدا أنا ما كنتش يعني عندي اتصال بالاثنين، أنا عارف أساميهم بس. طبعا. قال لي بس داود عنده عملين ويسري نصر الله دلوقتي بيدور على سيناريو، فايه رايك؟ قلت له لحضرتك. فهو اللي وجهني للاستاذ يسري، وقد كان الفيلم يعني انا مضيت الفيلم ده في شركه يوسف شاهين، وشفت يوسف شاهين طبعا، انا شفته في المعهد لكن في الشركه يعني. ايوه. وسلم عليا وقال لي انت بقى العبقري اللي بيقولوا عليه. انا كنت قاعد صغير يعني، ومضيت فيلم المدينه ب 15,000 جنيه كان في وجود يوسف شاهين واخراج يسري نصر الله. يعني توفيق كان كبير جدا. اول بدايه واول عمل وانت لسه طالب جامعي، طبعا دي حاجه كبيره طبعا جدا. من العربون، اخر عربون جبت بيه تليفون محمول بقى. لا تليفون ارضي، ما كانش لسه تليفون اسمه، انا بقول لك 94 95. هو الموبايل طلع في التسعينات 1995.
تمام. هو في ما اواخر كان التسعينات بدأ يظهر الموبايل. اخر التسعينات. انا بالنسبه لي انا جبت تليفون باناسونيك اللي هو اللاسلكي خلينا نقول العده، كنا ب نقول العده بتاعت 950 جنيه بتاعت من عند شاعر في 26 يوليو انت فاكر شارع التفاصيل؟ فؤاد. طبعا خدت التليفون وعملنا فرح في البيت. تليفون لاسلكي، فماشيين كده مش عارف كيلو ولا 2 كيلو من غير سلك. من غير سلك. فكان معجزه. بعدين بكم سنه ظهرت بعد الموبايل. كده ظهرت التليفونات المحموله. طيب اول خطوه انا من الناس اللي كنت بخاف من الاسانسير اللي هو سلالم. يعني سلم الكهرباء. احنا شفنا السلم الكهرباء ده. مش تقولي لي تليفون لاسلكي لازم نعمل عليه فرح. لما كنا بنروح مول مصر الجديده دي اول مره نشوف السلالم المتحركه، فالواحد يحط رجله فين. انا لغايه دلوقتي بغلط. طيبين قوي بقول. طيبين فعلا، جيل الطيبين. ايوه. طيب خلينا نمسك بقى المحطات بعد كده. المحطة الأولى كانت المدينة، ودي كانت فتحة خير، وكانت أول حاجة عرفتك بكبار المخرجين خلينا نقول، علشان لقبت وقتها بالعبقري من أكبر مخرجين مصر، يعني الأستاذ يوسف شاهين. بعد كده بدأت تعمل شغل وتعمل كتابات، وبدأت توصل لناس كتيرة من المخرجين المهمين. خلينا نقفز كام قفزة كده ونطلع على هي فوضى، بما اننا بنتكلم عن يوسف شاهين. جه ازاي العمل بتاع هي فوضى؟ والسؤال الاهم، انت قابلت حاتم في حياتك قبل كده؟ اصل حاتم ده شخصيه مكتوبه بحرفيه مرعبه. لا يعني عشان اخلص موضوع حاتم ده، انا قابلت حاتم فعلا في ثالثه اعدادي. احنا كنت المفروض أنا اروح من مكارم الاعدادي، مكارم الاخلاق الاعداديه. مكارم الاخلاق دي جمعيه اسلاميه على فكره. يعني انا كنت في اعدادي في مدرسه جمعيه اسلاميه، وفي ثانوي جمعيه مسيحيه، لان دي شبرا. هو ده دي مصر ودي مصر. عندك حق. فعلشان اروح شبرا شبرا الثانويه قدام بيتنا، لازم اخد ورقه وصل النور ان انا من السكان الحته دي، او اروح مدرسه تانية برضه في شبرا. فخدت ابويا ورحنا القسم. فانا شفته يعني اتعامل مع ابويا صدفه، يعني ان احنا قابلنا حد شبه حاتم، فتعامل معاه معامله. يعني ابويا عاوز يملى الورق والكلام ده، واحنا عاوزين نقول ان العداد ده باسم جدي علشان نروح بيه المدرسه. فبسببه رحت الحمد لله رحت الايمان الثانوي، بس ما عرفتش اثبت ان انا في نفس المربع، مع ان انا ساكن في نفس المربع. ايوه. ده حاتم. الموضوع بتاع تخزن في راسك بدري قوي. ده كنت من الاعدادي للثانوي، يعني قول حوالي 15 سنه. الحمد لله. انا عندي بفتكر حاجات ما شاء الله، يعني وانا حتى صغير ما فيش حاجه. انا قصدي ان هو فضل معاك لبعد التخرج. الشخص ده فضل في ذهنك وفي ذاكرتك لدرجه ان اتعمل عليه فيلم كامل تقريبا يعني. ايوه عادي. يعني عندي الحكايه دي الحمد لله. الحمد لله. تمام. اما يوسف شاهين بقى، فالاستاذ قابلته اول مره انا في سنه اولى في معهد سينما. هو بيدي سنه رابعه. دفعه بتاعت هاني خليفه والعمده، ويعني اسامي كده، ساندرا نشأت، ودفعه حلوه يعني. كلهم نجوم ما شاء الله. فكنت يعني برخم وادخل عشان تشوف الاستاذ. ففي مره طلب تدريب، عملت له التدريب، خدت زيهم كتاب منه هديه، كتاب اسس الاخراج المسرحي. وبعدين حضرت معاه شويه في تانية، وهو بعدين بطل يجي. بعدين شفته في اثناء فيلم المدينه بعد سنتين. كنت اتمنى طبعا اشتغل معاه، بس هو ساعتها لما قالوا لي، لما قرا جنينه الاسماك، السيناريو بتاع جنينه الاسماك ما كانش لسه اتنفذ، قال طب انا عايز اقابل ناصر واشتغل معاه، اللي هو 2004. فحظي حلو الحمد لله ان انا قابلت الراجل ده. ومن اول 5 دقايق قال لي امين على القصه، وقال لي انا هعملها، وده موضوعك والكلام ده كله، واتنفذ وبقى فيلم هي فوضى. كان عندي امتى بقى الموضوع ده؟ كان عندي قبلها بسنه مديه لخالد صالح نفسه في الهناجر. يعني هو اللي كان مرشح ليه من البدايه. هي فوضى كان مع خالد صالح من سنه قبل ما يوصل ليوسف شاهين. الله يرحمه. وقال لي ده مش هيتنفذ يا ابني، انا مش هعمله. كنا اصحاب وانت بتستعبط وما فيش
لما اديته يوسف شاهين قال لي لا انا هعمله. قلت له ان كان مرشح كان ليه؟ كل ده قصه. اه فبعد كده كتبت المعالجه والسيناريو والكلام ده، والحمد لله عملت شعبيه لا عملت كويسه. شعبيه رهيبه الفيلم ده في ذاكره السينما وفي ذاكرتنا احنا تحديدا. يعني انا فاكره اقول لك على حاجه من قوه الممثل اللي اسمه خالد صالح ده الله يرحمه، والله ان هو مشاهده اقل من مشهد يوسف شريف. لان يوسف شريف كان وكيل النيابه مشاهده اكتر، لانه على الورق البطل. البطل النبيل اللي بيحب البطله كده، والتاني البطل الضد. فالناس امنت بالممثل ده صحيح. وبالاداء ده، فبقى هو البطل بتاع الفيلم يعني. طب قول لنا حاجه بقى الناس ما تعرفهاش عن خالد صالح، بما انه كان صديق ليك وكان معاك في الفيلم، واكيد قعدتوا مع بعض فتره طويله في الكواليس وفي التصوير بتاع الفيلم. هو كان صاحب سر، دي اول حاجه. الحاجه التانية ان هو كان عنده اتصال حقيقي بالدراويش. بالدراويش، في يعني دراويش في الدنيا اللي هو يعني متجاوز المادة اللي احنا عايشين فيها دي. فممكن تلاقيه في دكان، ممكن تلاقيه في قهوة، ممكن تلاقيه ماشي في الشارع، ممكن تلاقيه في محطة قطر، ممكن تلاقيه في أي حتة، ممكن تلاقيه على السطح، ممكن تلاقيه طاير، ممكن تلاقيه راكب حصان. هو كان على تواصل بالدراويش، ونقطة ومن أول السطر. طيب بعد رحمة الله عليه، بعد هي فوضى جه بعد كده أعمال أخرى، من ضمنهم عملين الناس اتكلمت قوي كتير في فكرة إن هم كانوا فيهم تنبؤات مستقبلية، فيلم حين ميسرة وفيلم دكان شحاتة. الفوضى اللي كانت في الفيلم والثورة والأحداث كتير قوي حصلت، الناس قالت إن ده كان تنبؤ بالثورة. ده حقيقي؟ أنت كان عندك تنبؤ إن ممكن يحصل حاجة زي كده؟ هو دكان شحاتة كان فيه اللعبة بتاعت الزمن. بدأ الفيلم من سنة 80 باللي هو اليوم اللي استشهد فيه الرئيس أنور السادات. أنا كان عندي 10 سنين، وده كان يوم فارق في حياة مصر طبعا، لأن احنا لأول مرة نشوف شهيد على التلفزيون. تمام. وبسبب هذه الشهادة ظهور عناصر أخرى اللي هم الجماعات المتطرفة دي، هم تسللوا وعملوا جيوب كده وعملوا لنا مشاكل يعني. فكانت طبيعي وانا بتكلم على دكان شحاتة بقول ان الجيوب دي او الناس اللي هتعمل هيظهروا تاني. هم فعلا ظهروا وكسروا الحاجات لحد ما ربنا اتلموا ربنا كان. بس انت فعلا ظهر ان هم يعني كان في، مش عايزه اقول تنبؤات، بس خلينا نقول ان هو توقع ان هم هيظهروا وبعد كده هيبقى في ثوره ضدهم تاني طبيعي. لان هم عملوا فوضى وما عملوش اي حاجه تخصنا. فبالتالي يعني الفيلمين دول نقدر نقول ان هم كانوا فيهم رؤيتك الشخصيه. حين ميسرة انا كان في حي جنبينا اسمه حي الشرابية، وانا الحي ده كان هو حين ميسرة، وعملنا الحي على اساسه. هو الحي كان فيه ولعة من كام يوم كده لانه كله خشب وبتاع، ربنا يستر عليهم وعلى اهليهم يعني. انا كنت بحب الفيلم ده، بس الفيلم ده ساعتها تهاجم رغم اللي انصفني رئاسة الوزراء ساعتها، وقالوا ان احنا نهتم بالعشوائيات، والحمد لله حصل اهتمام بالعشوائيات، فهو ده كان المطلوب. هو فيلم كان مهم جدا لان انت حطيت نور، او خلينا نقول ان عملنا سبوت على فئة في المجتمع محدش كان يعرفها. على فكرة الناس اللي عاشت وسط العشوائيات دي مش اختراع دلوقتي، لا مش اختراع طبعا. دي من اللي صنعهم الفترة بتاعت الستينات. ليه؟ لأن كان الرئيس جمال عبد الناصر في كل حي راقي كان بيعمل جنبه مساكن شعبية، نوع من أنواع يعني التكافؤ. فكانت المساكن الشعبية دي طبعا بيسكنها الناس اللي جاية من كل حتة، يعني ما لهمش مكان. فتلاقي وراهم بيظهر عشوائيات، يعني تلاقي ورا مثلا ورا العجوزة هتلاقي في حي
شعبي. هتلاقي ورا الزمالك ورا، هتلاقي ورا المهندسين، هتلاقي ورا مظبوط. حتى في المعادي يعني صحيح، كل منطقة. فده من الستينات، فطبيعي بقى لحد ما يوصل لحد التسعينات تظهر بتنمو بقى وبتكتر وبتكبر طبيعي. المواضيع، فبتبقى بتظهر اكتر. بس اقصد ان احنا لما شفنا الفيلم شفنا فئة ما كانش متسلط عليها الضوء، علشان يعني كانوا يعني ايه، يعني بيتجاهلوا الموضوع. بس هي وصلت، محدش كان بيتطرق ليها فعلا. زي ما كانوا بيتجاهلوا الأطفال اللي في الشوارع، اللي في الإشارات وكده تحت الكباري، ونسبوهم للشارع، كأن الشارع ده واحدة ست بتخلف. قال لك ولاد أطفال الشارع ما بيخلفش. مظبوط. دي أولادنا احنا، دي أولاد المدينة. مظبوط. لأن في الريف ما فيش أطفال شوارع، ما فيش الظاهرة دي بالقوة دي. لا. لكن في المدينة هم خلقوا حاجة وتجاهلوها من أول الاسم، ولاد الشارع. فرحت عامل الغابة. طب يعني ما بألفش. لا صحيح، انت بتتكلم على حاجات موجودة فعلا. بس انت عشت، يعني انت شفت الحياة دي او عشت فيها. مع رود الفرج دي سرة مصر، سرة القاهرة. لأن هي يعني بيني وبين وسط البلد محطة، يعني بنتمشى. بيني وبين النيل 3-4 دقايق. بيني وبين أي حتة في مصر قريبة. احنا هي كنا فوق السطح في النص. حضرتك بنشوف القلعة والهرم والمقطم. يا الله، دي كل حاجة لأنه تقريبا. أتخن عمارة ساعتها، يعني في لحد التسعينات، لحد ما عملت المدينة كانت 7 أدوار 6 أدوار. ده يبقى يعني راجل عمل يعني حاجة كبيرة. وعلى فكرة العمارة مش إن هي تبقى برج، يعني دي مش قوة مدينة، ممكن تبقى مدينة أفقية عادي. مظبوط. طيب ننتقل من هذه المراحل في السينما، نخش على الدراما. برضو من الأعمال اللي لا تنسى المسلسل جبل الحلال، الفنان محمود عبد العزيز رحمة الله عليه. الله يرحمه. ده بعد كده الاسم ده بقى بيعملوه سوبر ماركت، وبيعملوه حاجات من كتر ما هو الاسم. أبو هيبة. يعني أبو هيبة ده علامة فارقة في علامات الدراما المصرية. كلمنا عن المسلسل، وفكرة أبو هيبة جت منين؟ وهل في أبو هيبة حقيقي؟ هو ده كان فيلم أصلا اسمه أبو هيبة، أظن مع الأستاذ محمود عبد العزيز سنة 97 وقدمته له، أو 98. ومن ساعتها وإحنا أصحاب بره الشغل. والراجل ده ليه فضل عليا كتير. والراجل ده مثلا يعني أنا كنت لما كنتش بنجز حاجة هو طالبها مني معالجة، فبتأخر، فبهرب كالعادة، أنا هراب. فلاقيه يسيب لي رسالة ويقعد يندى عليا على الأنسر ماشين اللي أنا جبته ساعة المدينة. أيوه. فكانت أمي تبقى ماشية في الصالة، سمع صوت محمود عبد العزيز الممثل، وقعد بيقول يا ناصر ده تقعد تتلفف كده. وأنا يعني أنا خايف لأنه أنت بتهرب منه بقى، لسه ما خلصتش. فأقول لها، تقول لي هو ده، أقول لها طب ما تشتغل معاه يمكن ربنا يكرمك. الله يرحمك يا أستاذ. الله يرحمه. ده قول لنا حاجة. أنت قلت لي قبل كده، أنا شخصيا في إحدى مقابلاتنا يعني كلمتني كتير يا أستاذ محمود. قول لنا حاجة برضو الناس ما تعرفهاش عن محمود عبد العزيز. هو كان ليه طقس بالنسبة لي، يعني أنا شفته في العشاء عجيب شوية. أيوه. إن هو كان وسط العشاء كان بيجيب أنشوجة، طبق أنشوجة مليان أنشوجة يعني، وطبق عسل. فأنا دي مش في ثقافتي. أولا السمك نفسه مش في ثقافتنا كصعيد يعني. بس أنشوجة وعسل، هو طبعا كان يعني الله يرحمه. الله يرحمه. فعلمني إزاي إن أنا أكل بطريقة مختلفة. اوكي، اداك ثقافة جديدة في الأكل. أنا كنت بروح له كتير بالليل، فعلى طول فدي حاجة يومية، دي عادة من عاداته. عادة من عاداته. اللي أنا شفتها يعني. تمام. حاجة تانية عن شخصيته. طيب حاجة تانية، الناس كلها عارفة إن ده محمود عبد العزيز الراجل أبو دم خفيف. لا في حاجة، في حاجات يعني حاجة عن اللي أنا أعرفها عنه إن هو شديد الثقافة. طبعا عنده ثقافة رفيعة جدا. ما شفتهاش في حد. عنده أمهات الكتب، بيتناقش في كل صغيرة وكبيرة يعني. وكان شديد التخلق، يعني عنده رقة
في النقد. يعني ما مهذب. كان مهذب، يعني كان عنده حياء وكان بيخاف من ربنا. دي ذكرتها لي قبل كده في حوار انا شخصي. انا قلت هو لي كان بي يعني مثلا ابقى في اوضته يلا نصلي، فهو بيبقى الامام وبيقعد يعيط. فانا شفت ده بعيني يعني. ايوه انت فعلا حكيت لي حاجه كده. يعني شفت وعمره ما قال لي ده وحش كده، لا يعني يخليني استطعمها. ولا ده يعني ليه فضل كبير، الله يرحمه. الله يرحمه رحمه الله عليه. هو كان من الفنانين اللي مش هيتكرروا تاني، يعني هي مجموعه كده الحقيقه مبقاش في زيها تاني، يعني رحمه الله عليهم جميعا. طيب نطلع من جبل الحلال على موسى، ملحمه موسى. موسى انا بحب المسلسل ده جدا. اولا لسببين. السبب الاولاني ان انا عملت رحله جدودي، يعني اللي هم نزلوا من سوهاج وكده على الصنادل يعني، من قنا وسوهاج. انا ستي من قنا، ناجي حماد يعني. نزلوا بالصنادل، عارفه يعني ايه الصنادل؟ الحديد دي اللي هي بتبقى فرشه كده حديد. نزلوا على القاهره واسكندريه. فانا لما ربنا كرمني وكتبت الفيضان امان، وشفته قد ايه كتاب يعني اتحقق قدام مني، فده حلم كنت بسمعه من ابويا ومن جدودي، ان هما كان في فيضان وكذا، وكان بيغرق البلد في الصعيد، وكانوا بيطلعوا فوق في الجبال وكده. فانا شفت ده، ربنا كرمني وعملته. دي حاجة. الجزء الثاني ان انا نفسي كنت اعمل عمل تاريخي عن الحرب العالمية الثانية، لانه فكرة ان مصر ما كانش ليها دور في الحرب العالمية الثانية ده أكذوبة. لان هم وصلوا، كان لهم مركز، الانجليز كان فيهم مركز في اسيوط، وكانوا بياخدوا الشباب وبيودوهم على العالمين، بالاضافه ان هم كانوا بياخدوا الغلال والقمح وكذا وكذا من مصر. وكمان انه كانت منطقه وسط البلد كانت منطقه صراع ما بين المخابرات الانجليزيه اللي كانت بتدور على الطلاينه، لانه كان مع الالمان. فالمنطقه دي انا حكيتها حلو وانبسطت. فبالنسبه لي انا كمان روزي اتعشت خلاص، عملت المسلسل وحققت فيه في اكتر من حلم من اللي انت كنت حابب تعمله. ساعات ببقى زعلان انه ما خدش حقه في المشاهده، انه الناس اعترضت على مشهد اسماعيل ياسين، على مش عارف ايه. مشهد اسماعيل ياسين ده دقيقه في وسط 18 ساعه انا كاتبه. معلش تفكرنا كان ايه المشهد بتاع اسماعيل ياسين اللي عمل المشكله؟ المفروض البطل اللي هو كان محمد رمضان بيقابل اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين كان في بدايته ساكن في باب اللوق، وده حقيقي. وعلي الكسار كان ساكن في باب اللوق وكده. والبطل كان بيبيع حاجات في السوق بتاع باب اللوق، فما كانش لسه اسماعيل ياسين مشهور. فأداء بقى محمد رمضان ما عجبش الناس، انه كان وحش يعني. أداؤه ما عجبش الناس، خلينا أقولها كده. بعد محطة ملحمة موسى ندخل على محطة ستهم. دي المحطة الأقرب تقريبا. بصي يعني محمد خان في مهرجان، في صحبته يعني، في أحد المهرجانات يعني اللي قابلته فيها يعني وقعدت معاه، فبيقول لي حلو ان انت اعمالك عندها يعني تأثير وبتحقق وكل حاجة، بس قليلة. دي حقيقة انت مقل جدا. والحكاية دي ما تخصنيش، يعني ابدا ما تخصنيش. بالعكس انا اللي كاتبه قد اللي طلع 15 مرة. يعني عايزين نقدر نقول دلوقتي ان في الدرج بتاع ناصر عبد الرحمن ما هو ما بيبقاش في الدرج، لانه الزمن بيجري بسرعة. والكتابة على فكرة دلوقتي بقت معظمها ما بتاخدش بالها من الزمن، لكن الزمن جراي. صحيح. لدرجة انه النسبية بتاعته بقت غير معقولة. يعني انت ما تبقاش محدش عارف انه الشهر اللي احنا فيه ده ايه الاحداث اللي ممكن تحصل بره الاحداث، ان هو قد كده بيغير وبسرعة جدا كل حاجة. فاللي بيتكتب كفيلم السنة اللي فاتت
بالتأكيد السنة اللي بعديها بيبقى ديمودي، يعني بيبقى موضوع بيبقى خلاص عدى عليه الوقت. خلاص، بما فيهم الحاجات الإنسانية، لأنه حتى الجوهر الإنسانية القريبة من الإنسانية الاستيعاب بتاع تفاصيلها أو الدلالة بتاعتها أو ترجمتها بتختلف مع الناس وقت للتاني. مظبوط. إذا كان أنا بقول لك لما كنت بقابل بنت أقول لها ازيك، أو لما أما نقول لبعض نعترف ببعض، ده بياخد وقت كبير. دلوقتي الحكاية مختلفة، كان في صبر وكان في الوقت في بركة. لا دلوقتي الموضوع بقى أسرع. بره الصبر الحكاية أصعب. الحكاية مرتبطة بأن التفاصيل اختلفت خلاص، والتعبير اختلف، والأحاسيس اختلفت. العلاقات بتخلص برسالة دلوقتي. أنا شغلي تأثير. أنا بحب أوي المدارس التأثيرية حتى في التشكيل. يعني أشوف كل الكبار بتوع التأثيرية، أنا بالنسبة لي هم الأساتذة. أقعد أتفرج أشوفهم بيستخدموا النور إزاي، الظل إزاي. فما بكتب سيناريو بشتغل على التأثيرية كمان، مش بشتغل في حكاية إن التفاصيل بتاعتي تبقى عندها فطرة وشروق، وعندها ظل ونور. صح. دي مش سهلة قوي. عندها روح. طيب يعني خلينا نسأل سؤال كده، يعني نقدر نقول ان ناصر عبد الرحمن ما خدش حقه كتابيا؟ يعني ايه ما خدتش حقي؟ يعني ناصر عبد الرحمن عنده اكتر بكتير من اللي ظهر للناس. لا، هو اللي تقدري تقولي عليه على مدى انا بشتغل بقالي 30 سنة من اللي انا فاهمه، انه مثلا في المهرجانات بتاعت اوروبا من اول فيلم لحد كل حاجة بعملها باخد عنها جوائز. يعني خدت في لوكارنو ورحت كانو ورحت برلين وفي مسابقات رسمية وكل حاجة. تمام. واسم حتى على اللجان بتاعة المهرجانات معروفة. يعني حتى لما يجي حد مثلا يقدم في مسابقة أنا دخلت أنا وعاطف حتاية الله يمسيه بالخير، يعني فيلم اسمه ستر وغطا، كسبنا على 300 فيلم منهم مع ناس مهمة جدا، منهم أنا بأسعد بتاع فلسطين والفيلم ده رغم ان هو يعني كسب من اللجنة الدولية دي اللي فيها فرنسا وألمانيا وكذا، انه ما تنفذش هنا في مصر. فبره مصر يعني الحمد لله. خلينا نقول ان انت خدت حقك بره مصر. افلامك بتعرض، يعني كنا بنتكلم على بتعرض الى الان، يعني جنينة الاسماك ان هم بيعرضوا بره اكتر ما بيعرضوا في مصر. جنينة الاسماك بيتعرض تقريبا كل شهر بره، كل شهر على المنصات في كل حته. المدينه بتعرض كتير جدا بره. فاقدر اقول لك ان معظم الافلام بتتعرض على المنصات وبره اكتر من هنا. انما هنا في مصر انا مش فاكر ان انا في مهرجان في مصر يعني افتكرني، مش فاكر. ما بتتعزمش في المهرجانات؟ مهرجان القاهره ده كان ليا فيلم المدينه، اول فيلم ليا في المدينه. يعني انا موجود اهو في المهرجان طبعا مش وما اتعزمتش. حتى كنت بقول ليسري قاعد يضحك وما رضيتش اروح. ولحد الى الان يعني 30 سنه اهو عدت، انا لم اعزم على مهرجان القاهره الرسمي بتاع مصر بتاع فنانين مصر الى الان ولا مره. عنواني مش موجود، ساكن في الفضاء. في الفضاء. فالحكايه دي اتعودت عليها، يعني اقصد تشمل بقى كل حاجه، تشمل كل حاجه طبعا، كل حاجه بقى من القاهره بقى لحد اسوان انت عيشي. لكن على مستوى الناس بقى في الشارع واهلي وبتاع، لا على المستوى الجماهيري انت اسم معروف والناس بتحبك جدا وبتحب تشوف اعمالك، لان انت زي ما انت قلت بتجيب من قلب الشارع المصري من جوه، مش بتجيب مجرد حد. يعني دايما الناس يقول لك ايه الافلام المسلسلات كلها يا في كومباوند. انا اصلا انا بتكلم عن اهلي، بتتكلم عن الناس الحقيقيه الاصليه. انا بتكلم عن اهلي. صحيح. يعني انا بتكلم عن اهلي اللي يخصوني، اللي عايزهم يتفرجوا عليا ونتناقش ونتكلم ونتخانق. أيوة. انا بتخانق على فكره معاهم بالشغل، على تفاصيل، وبصالحهم بالشغل. اهلي. أيوة. انا اللي يهمني اهلي، بدايه من امي
لحد اصغر واحد في الكوامل، في الولاية. في اللي يخصوني او في شبرا، دول اللي يخصوني. بعد كده اهلا وسهلا، يعني البار يحب الزياده، لكن اهلي هم مصدري ومصدر فخري وكل حاجه. وانت مصدر فخر للشعب المصري كله، والمصر ان مصر فيها بتحظى بكاتب سلس ومهم وعنده فكر ومختلف، ومن قلب الشارع المصري، ومن قلب الحياة المصرية البسيطة اللي فعلا احنا كلنا عايشينها. الحياة ما بقتش كلها الناس اللي عايشة في ليفل معين او الناس اللي تحت في القاع، في وسطية ما بين ده وما بين ده، وانت الحقيقة جبت ده وجبت ده وما قصرتش مع حد فيه. ونرجع تاني للمسلسل ستهم، وفكرة وجود الشيخ ياسين التهامي دي كانت حاجة مختلفة جدا ان احنا نشوفه في مسلسل بالشكل ده، اول مرة يمثل تقريبا. الشيخ ياسين التهامي علاقتي بيه قديمة جدا، يعني من وانا عندي 6 سنين كنت ابقى في المحل ويجي ناس من الكوامل يقولوا الشيخ ياسين عامل مولد عندنا ليلة في الشيخ ناصر، في شيخ اسمه ناصر في الكوامل. كل الناس اللي أصحاب المحلات اللي في المدينة في القاهرة وفي اسكندرية بيدفعوا فلوس عشان إقامة هذه إحياء الليلة دي. فكنا نروح بقى على سوهاج في اليوم بتاع الشيخ ناصر، تلاقي كل البيوت تطلع الكنب بتاعها، كنب الخشب البلدي ده، وتطلع والفلوس دي بتذبح بها ذبايح كتيرة يعني، ويبتدي يبقى وليمة لكل البلد، كله بياكل عشان وبيشرب. وجود الشيخ ياسين التهامي يعني إحياء للشيخ ناصر وفي الكوامل، واللي هيحيي الليلة دي الشيخ ياسين. الشيخ ياسين فضل يحيي هذه الليلة إلى وقتنا هذا، يعني هو قال لي أنا يعني على طول فأنا علاقتي بيه صغيرة، بالإضافة إن والدي محله بجوار سيدنا الحسين، فكان الشيخ ياسين بيحيي الشيخ الليلة الكبيرة بتاعت سيدنا الحسين. بالإضافة إن في المحل على طول أبويا وجدي واللي خلفونا أول حاجة شغلوها بعد القرآن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مع الشيخ ياسين التهامي. فبالتالي أصلا علاقتك بيه مبنية من زمان. حلو كده، للطفولة. حاولت أجيبه أكتر من مرة، منهم كف القمر ما عرفتش، فجبنا حد تاني مداح آخر في عند المشهد بتاع هيثم أحمد زكي في الشيخ المولد أحمد بدوي، الشيخ أحمد بدوي، سيد أحمد بدوي. فلما ربنا كرمني بقى بالإتاحة دي إن في ستهم إنه يجي الشيخ ياسين، فدبسته إنه هو أعجب بالموضوع أصلا، بالفكرة. وهو من الناس اللي بيقرأ وعنده اختيار وعنده رؤية روحانية كمان، يعني يقول أنا هشتغل أو لا. فهو قال أنا هشتغل مع الجدع ده. فربنا كرمني وابتديت قلت له طب عاوزين نروح أسيوط، طب نروح بيتك، طب نصور معاك. هو يعني كان بيوافق، فالحمد لله يعني رحنا بيته وصورنا معاه وكلم معانا، وكلمنا عن الحب، وكلمنا عن والده، وكلمنا عن أهله، وكان بيقوم بالشخصية بتاعته الحقيقية في المسلسل، وعمل التترات، والتترات كسرت الدنيا يعني فعلا. وإذا كان في حاجة بالنسبة لك في الدراما مهمة فإن محمود ياسين مثل حاجة من حاجاتي، والشيخ ياسين التهامي كان مداح في مسلسل من المسلسلات. علامتين فارقتين في حياة يعني ناصر عبد الرحمن العملية والفنية. اتعشت زي الفل. طب نقدر نقول ان ناصر عبد الرحمن ككاتب رأيه ايه في فكرة ان المخرج دلوقتي بقى مخرج هو بيكتب وبينتج وبيألف وبيعمل كل حاجة كومبو كده، بيعمل كومبو؟ بصي، هو اللي انا اعرفه يعني ان المخرج من حقه يبقى يعني مؤلف في النص السينمائي بتاعه وبيخرجه في حالة انه فيلم من افلام الذاكرة، ذاكرته هو،
يعني بيسموها سينما الذاكرة في العالم كله، وليها مخرجين كبار قوي. ويوسف شاهين اشتغل على سينما الذاكرة، اسكندرية ليه، واسكندرية كمان وكمان، والقاهرة، نيويورك، كل حاجة، لأنها سينما من ذاكرته هو. مرزاق علواش في الجزائر، أسامي كبيرة قوي، وعملت أفلام مهمة يعني بيتعرض دي على ذاكرته، فهو أو أكتر واحد يعني أولى إن هو يحكي. مظبوط، حلو الكلام. غير كده المسائل بتبقى يعني صعبة شوية، لأنه موهبة الكتابة عند المخرج مهما كانت بتبقى إلا لو كانت أصيلة زي داود عبد السيد. داود عبد السيد سيناريست أكتر منه مخرج، ده استثناء. انما في العادي لما في العادي لا، انت بالافضل تجيب سيناريست. وانا احب قوي اشتغل مع المخرج اللي سبق له الكتابه، علشان بيبقى فاهم في حافز. لا ده اصعب، لانه بيبقى في حافز بالنسبه لي انه ادهش ازاي واحد بيكتب لازم تطلع حاجه اعلى من اللي فكان بالنسبه لي متعه، والحمد لله انجزتها في فوضى، وانجزتها في افلام كتير، حتى في جنينه الاسماك وفي حاجات كتير، والمدينه. تمام، كل ده حلو. لكن اللي ما عندوش موهبة بقى، وبالذات في الدراما، وبيستخدم الورش ويحط عليها اسمه. وعلى ذكر الورش، هو مش المفروض ان الكتابة دي موهبة؟ هو الكتابة بتكتسب يعني؟ ينفع دلوقتي ماليش في الكتابة واروح احضر ورشتين 3 تبقى كاتب؟ ما هو الموهبة، الورش دي ممكن يكونوا مجموعة مواهب. بس انا دلوقتي لا، اصلتي في كورسات يقول لك تعالى تتعلم الكتابة. اسمعيني، لا تتعلم الكتابة حاجة، وان انت تخش في ورشه تكتبي حاجه. انا ورشه عمل بيشتغلوا على مسلسل عمل فني. ده حاجه تانية. الورش دي عامله زي ما يكون واحد عنده علاقه بواحده، الواحده دي هو المنتج، النص. يعني انا كاتب اهو، عندي علاقه بالنص، انا راجل عندي علاقه بالفكره بتاعتي. تمام. طيب لما بتتحول لورشه، بيبقى اكتر من اب عندهم علاقه بفكره، فما بيبقى لوش اب. الورش بتمحو حاجتين مهمين قوي في الكتابة: الشخصية، الحاجة التانية وجهة النظر. ما بيبقاش ولا في وجهة نظر واضحة، لأن وجهة نظر أكتر من شخص قاعد لأن حتى الفورمات اللي بتيجي من بره، يعني كل الأعمال، يعني في أعمال في مصر حتى لحد السنة دي فورمات من بره وما بيقولوش. في ناس بتقولش، وفي ناس بتقول لك مأخوذ عن كذا، وفي ناس ما بتقولش ده حقيقي. الفورمات دي أصلا التمصير بتاعها مش كده. يعني تلاقي ملوي، الحدوته ملويه، بيمصروها يعني بيضطروا يغيروا اللي هو شبه تتجوزيني تحبيني، مش عارف، تحس ان انت سمعت الكلام ده قبل كده، لانه ملو. ففكره الورشه بقى لها مثلا نقولي 20-30 سنه كده، ممكن اكتر. كانت بتظهر في ايامنا على استحياء، الى ان فجاه بقت الفكره ملاش اب، لان الفكره بقت اصحابها ورشه، مجموعه قعدوا هو اللي كاتب اسمه ده بيفرق الفلوس وخلاص. الكاتب ده اللي بيقول لك انا مسؤول عن الورشه، ورشه عبد الله النديم، ورشه مش عارف القمر الساطع، ورشه فلان الفلاني، الكتابه الحقيقيه، اي اسم بيبقى الاساس بتاعه مخرج يتحط او كاتب، بيبقى في الاخر اللي كاتبينه ده الناس، ال5-6 انفار. انت مع مبدأ ادي العيش لخبازه، ولو كان نصه بقيه المثل يعني. ادي العيش لخبازه علشان يبقى فيه شخصيه. هو اسامه انور عكاشه ده مش عمل شخصيه في الكتابه طبعا، يعني في حكي كتير وفي كذا، بس عمل شخصيه. محسن زايد ده عنده شخصيه في الكتابه. صحيح. تمام. وحيد حامد عنده شخصيه في الكتاب. مدارس بشير الديك، كل واحد له مدرسه كذا. طيب كل ما يعني تكتر الورش تقل المواهب، لانه اللي بيخرج من الورشه بيعمل ورشه، فالموهبه الفرديه ما بقتش موجوده. لا دلوقتي واحد، انا اعرف واحد ما خرج من ورشه، عمل ورشه ما كفتوش، راح عامل ورشه تانية، فبقى صاحب ورشتين، وفي الاولانيه برضه. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيصحى الصبح، هي بقت كده بقت سبوبه
ما بقتش ما موهبة هي بقى. ماشي، بس هي كمان ما بقتش لذيذة. يعني أنا ما أقابل حبيبتي بس أنا و... وتبص لي برضا، أنا روحت تمام، ما يعني مرتاح. لكن أما أقابل 15 بني آدم أساسا كلهم بيتعاملوا إن هم الأب بتاع أو الطرف الآخر، الطرف الآخر في العلاقة فالمسألة يعني مش مظبوط. ما فيهاش أخلاق الصراحة، وإن يعني حصل وبدون رولز. بس هي الأسهل للإنتاج والأسهل للممثل، يعني البطل يحب يشتغل مع ورش مع ورش عشان زي ما بيقولوا بالبلدي كده ايه، عشان هو يفصلوا له يكتب، الحاجة لا زي ما هو عشان عايز. يكتب أحلامه من غير ما هي ده التفصيل، بشكل يفصلوا. غير مباشر. اه فاللي ده مش هيعجبه هيمشي، هيجيب واحد تاني ده يكتب لي ده طب انت وده. ككاتب بتتدخل في عناصر البطولة ومين بطل، يعني الكاستنج خلينا نقول، لا بتتدخل استشاري بس. استشاري بس، انما ما عمرك تدخل عمل وتقول مخرج، انا المخرج اه بالنسبة لي مم. هو المخرج الحقيقي، يعني هو الليدر بتاع العمل، طبعا هو المسؤول عن العمل. صحيح. فان انا كل يخصني ان الورق ده يتبناه هذا المخرج، ماشي يخصني ان انا ابقى مخرج، انا مش عايز ابقى مخرج. انا عارف ده حصلت قبل كده ان انت في اسم معين قلت انا مش عايز اشتغل معاه تاني. يا كتير، ده في حد كنت بعمل معاه دراما واحدة ست، يعني يعني مش عايز اشتغل معاها مخرجة تاني. يعني كانت بتلعب جيمز والمشهد شغال، حاجة يعني. طيب في فيديو اتفرجت عليه من قريب لنسرين عكاشة بنت الكاتب الجميل رحمة الله عليه أسامة أنور عكاشة، بتقول إن في مخرج أحد المخرجين بيقول إن أسامة أنور عكاشة مبوظ الدراما المصرية. هو الكتابة في مصر عاملة زي الموج بتاع البحر. عمر ما تحسي بقوة الموجة دي غير لما بتكون بتأثر على اللي قاعد على الشط، تأثر فيه بشكل حقيقي. صحيح. الموجة من الموجات المهمة في الدراما في مصر الفترة بتاعت بديع خيري مع السيد درويش ومع نجيب الريحاني والكلام ده، دي فترة كانت، وعلي الزرقاني، كانت فترة مهمة جدا. فترة بتاعت الثمانينات بتاعت بشير الديك ومصطفى محرم ورؤوف توفيق وعاصم توفيق واللي هو مخرجنا محمد خان وعاطف، كل الموجة دي موجة قوية جدا طبعا وأثرت ومؤثرة، صح، وأثرت جدا جدا علينا إلى الآن. في موجة اللي بعديها في الدراما ما كانش قبل أسامة أنور عكاشة ومحسن زايد أصلا في حاجة اسمها نجم كتابة تلفزيونية، ما فيش. اللي حقق هذه النجومية هو أسامة أنور عكاشة بالأساس. طبعا. يعني لما قولا تسمع واحدا. أمي وخالتي والناس اللي ماشية في الشارع كانوا في ليالي الحلمية كله قاعد في البيت، أنا واحد من الناس، أنا عيطت في العلاقة اللي بين خالد اسمه زكي ونسرين. دي ما كانتش ليالي الحلمية، دي كانت شهد والدموع. الشهد والدموع. العلاقة دي قعدت أعيط. ما هو ده أسامة أنور عكاشة طبعا، ده قوة أسامة أنور عكاشة، إنه يعمل شهد والدموع، يعمل ليالي الحلمية، يعمل زيزينيا. إيه المدرس اللي عمله أحمد بدير ده؟ على فكرة في شخصيات عجيب الراجل اللي عملها ما شفناهاش غير على إيده. صحيح. هو اللي خرجها ونطقها وشفناها، قبل منه ما حصلش. لا. محسن زايد على ايده احنا شفنا حديث الصباح والمساء، شفنا ازاي دراما الحياة رائعة، والموت، روائع الدراما المصرية على الإطلاق. وشفنا الحرافيش، وشفنا يعني إذا الموجة دي صنعت لكل اللي بعده، يعني فضل أسامة أنور عكاشة وموجة أسامة ومحسن زايد وكل الأساتذة، يعني مصطفى محرم وكذا وكذا، في وسطيهم ناس كتيرة أوي أنا مش فاكر أساميهم. بس الموجة دي كانت كل وقت. طبعا مرسي الراجل اللي كان بيكتب للمخابرات العظيم ده، اللي هو عمل
بتاع عادل إمام، دموع في عيون عيون واقع. ايه ده؟ جمعة الشوال. عمري ما شفت اخ واخوه زي محمود الجندي وعادل إمام. دي عظمة اسمه صالح مرسي، كاتب عظيم. دي موجة كبيرة جدا. الموجة دي لما انا اجي افتكر واحد فيهم او اتكلم عنهم، دول اساتذتنا طبعا، دول اللي عملوا النجومية بتاعت اي واحد تاني. قبليهم ما كانش واحد يمشي يقول انا كاتب درام. يعني ايه كاتب درام؟ اركن على جنب. محدش كان اصلا بيتطرق لفكره مين الكاتب. ايوه، الناس بتتفرج على قبل وحيد حامد من نفس الاسم بتاع الفيلم ده، الوحيد حامد، محدش بيدخل يقطع تذكره يتفرج. رجعنا تاني انتهى هذا العصر. يبقى اذا الناس دي نجوم حقيقيه، اللي بيسموها بيعاوز يعمل معاهم جدل او عاوزين يقرب بس منهم عشان يظهر بس. صحيح، ولا صحيح. اكتر ولا لا هم فعلا لكن قول لي مين صاحب ورشه بقامه محسن زايد؟ لا ما فيش. ولا بقامه بشير الديك. بشير الديك ده اللي عمل فيلم عقدني بحقه حقيقي. يعني الفيلم بتاع الحريف ده ككتابه يا جماعه في ايه؟ يعني نصلي على النبي كده وكل واحد يقعد على قده، كل واحد يتكلم عن تجربته في الإبداع وبس، من غير أي ده اللي بيعرفوا يكتبوا. لكن اللي ما بيعرفوش دول عاوزين بس كل اللي بيعملوه ان هم بيشتموا في الكتابة وبيشتموا في آخرين، لأنهم ما بيعرفوش غير كده. مش هيقدروا يوصلوا للمرحلة ما بيعرفوش شخصيات. ده راجل عامل بطولة شخصية مش مصرية، يعني واحد عامل بطله مرابي اللي هو كان ايه، مش مهم مين كان ايه. لكن الشخصيه دي مش مصريه، حي شعبي مرابي ومعاك ملايين. انت كداب قوي، ما تعرفش البني ادمين. يبقى ازاي انت مش عارف المصريين ومش عارف الناس بيتعاملوا ازاي، وتتكلم كمان على كتابهم؟ ده انت بقى تشوف لك حته تروح تقعد فيها. مع احترامي يعني لاي حد يعني، ومع احترامي لنجوميتهم وكل الحاجات دي كلها، يعني ياما 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 نجوم الناس ملهاش علاقة بيها، نجوم بعيدة، النجوم المصرية النجوم المصرية الحقيقية اللي وسط الناس. صحيح، بقول لك دي نجوم بعيدة، مش انما النجوم اللي بتزيد دول حاجة تانية خالص. طيب عايزة أسألك سؤال بقى. نقدر نقول إن الكاتب المصري أو السيناريست اللي بيشتغل في مصر وبيعمل الشغل ده بيقدر يأمن مستقبله من الكتاب زي النجم؟ لأن النجم دايما بيأمن مستقبله من العمل اللي بيشتغل. يعني أنا على نفسي المسألة صعبة جدا. إنه كتابة قليلة والدنيا يعني بص، هو يعني أنا الملهم بتاعي في الموضوع ده كان كاتب عظيم اسمه الجبرتي، عمل حاجة كبيرة جدا، مؤرخ وكاتب وحاجة عظيمة وجاري. يعني الحمد لله ان انا ساكن جنبه في شارع السندية، الله يرحمه. يعني ده كان ايام الحملة الفرنسية. الراجل ده كتب يومياته وبعدين اتحكم عليه وكان هيعدموه، هو ابنه مات في حياته. هذا الرجل يعني اتهاجم من المصريين لانه اشاعوا ان هو بيكتب حاجات عن يعني فقرهم، عن كذا وكذا وكذا، عن الظروف اللي حصلت، عن الظروف اللي هو قاصد ان هو يكشف وينور حاجات عشان يعني. وكان كاتب عظيم. فلما اتجرح في ان الناس صدقت هذه الاشاعه حصل له نوع من انواع. وطبعا هم كانوا هيعدموه الفرنساويين وحاجات شبه كده. وطبعا الغرض كان من الحدوته دي انه يهدوا اللي بيكتبوا. فهي سنه الكاتب الانتظار، وسنه الكاتب الحب، وسنه الكاتب ان هو ينتظر فرج ربنا يعني. ونعم بالله. ناصر عبد الرحمن بيكتب للكتابة، خلينا نقول أكتر منها للماديات أو لتأمين المستقبل أو الأولاد. أنت بتحب الكتابة فبتكتب عشان الكتابة. وأنا ما اخترتش أصلا. يعني أنا المسألة ما فيهاش فروسية.
يعني ما اخترتش ولا ده ولا ده ولا ده. هو ربنا بيوفقني في حاجة وبعملها، بس ما بقدرش في حاجة جوايا ما بكتبها. بحاول أنا أكتبها. لو لم تكن كاتبا لكنت بوابة. أنا أتمنى، أنا أحب أن أبقى بواب أوي. بجد. أحسن حاجة حبيتها في حياتي اه. إن أنا شفت بواب مم. قاعد على سور فيلا، مم. وانا عمري ما هنساه هذا الرجل الصعيدي. فرحت قعدت جنبه كالعاده يعني، مم. وقلت له عايز اشرب معاك شاي، فشربني شاي. قلت له انت يعني مبسوط؟ قال لي انا مبسوط جدا، انا باكل من اكل صاحب الفيلا، وبشرب من شرب صاحب الفيلا، وبنام في الجنينه، وبعيش في الجنينه، وبشوف الورد وبتنفس حلو ومبسوط واخر تمام، وباخد مرتبي ومبسوط. الراجل ده كل اللي بيعمله ان هو قاعد على الباب بتاع الجنينة. حراسة باب الجنين. الراجل صاحب الفيلا بقى بيقول لي انه ساعات يجي وساعات ما يجيش، ساعات شهر يجي ساعات شهر ما يجيش، ساعات يسيبوها بالست اشهر ويرجعوا تاني. مشغول لكن في حياته مسؤول. ومسؤول. انا احب قوي بقى ابقى غير مسؤول. انا اموت ان انا ابقى قاعد على الكنبه على مكانك المثالي معانا انا يا النهارده. سلام، كوبايه الشاي دي في الراقيه وخلاص. اه. بس بص، عندنا فقرة، الفقرة دي ما بنعملهاش غير بس مع الكتاب. الفقرة دي اسمها أبا تجحن. بنسألك 28 سؤال بعدد الحروف الأبجدية، ترد علينا ردود سريعة من غير ما تفكر. ماشي. تمام؟ نبدأ، يلا بسم الله. حرف الألف. أكثر الشعور قسوة أو أقسى شعور مر بيه ناصر عبد الرحمن وفكر إنه يشارك بيه الناس في حاجة من كتابته. اكتر شعور فقد والدي، ده اللي تعبني جدا. شاركته في حاجة من كتاباتك؟ عملته يعني اللي قدرت اطلعه يعني كان في جنينة الاسماك. يعني عمل ده في فترة المستشفى جميل راتب، يعني الفنان جميل راتب. وبعدين عملت فترة الموت تاني مع في دكان شحاتة اللي هو عملها الأستاذ محمود حميدة كده يعني. تمام. حرف الب. بكيت آخر مرة إمتى؟ لا أنا بكاء عموما يعني. يعني آخر مرة بكيت إمتى؟ امبارح بالليل. أنت ينفع تقول لنا ليه؟ كنت بتفرج على حاجة في التلفزيون واتأثرت جدا. طيب، حرف الت. ترمومتر العلاقات عند ناصر عبد الرحمن. إمتى بالترمومتر لما بيوصل لحتة معينة خلاص أنت بتعمل ستوب للعلاقة اللي أنت فيها، سواء أي نوع من أنواع العلاقات؟ عندي مشكلة إنه اللي بيقع مني ما بيقومش تاني. إيه الترمومتر؟ إيه الحاجة اللي لو حصلت أو الموقف عدم التقدير والكذب. عدم التقدير والكذب. والكذب. طيب، حرف الث. ثقافة اكتسبتها مؤخرا وسعيد بيها جدا. المرونة. ما كنتش مرن قبل كده؟ ما كنتش مرن خالص، وبحاول أبقى مرن كمان لسه بدري. لسه شغالة على نفسك. حرف الجيم. جملة قريتها وفضلت في ذهنك لحد دلوقتي. أحب لأخيك ما تحبه لنفسك. هايل. حرف الحاء. حب حقيقي في حياة ناصر عبد الرحمن. الصعبة دي. ماله يعني. ايه اكتر حب حقيقي حصل في حياتك من غير يعني انا عارفة ان انت يعني راجل رومانسي جدا وبتحب الحب في حد ذاته، بس يعني لما نقول، اول ما نقول حب، ايه اكتر اول حاجة خطرت على بالك وعملت الضحكة دي؟ بحر اسكندرية. نمشيها بحر اسكندرية. طيب، حرف الخاء. خوف. ايه اكتر حاجة بتخوفك؟ بخاف على أولادي أكتر حاجة. اكتر حاجة. دال. دور لشخص او الانسان اثر في حياتك لحد دلوقتي. دور ده كان لمين؟ لشيخي أكتر حاجة يعني. سابقا ولاحقا وطول الوقت يعني، روحانيا وكل حاجة يعني. ذال. ذكرى في حياتك تتمنى لو زمن يرجع تاني عشان تكررها. ده في حاجات كتيرة جدا.
اكتر حاجه، اول حاجه جت على بالك لما قلت لك ذكرى معينه في حياتك قديمه ونفسك تكررها؟ هتستغربي لو اقول لك فطار مع ابويا في سيدنا الحسين في شارع السندقيه وسط العمال الله واصحاب الله الله، لا ما المحلات، استغربش بالعكس. ليه؟ يحطوا الصواني فوق الكراتين بتاعت الشغل في وسط الشارع. شارع السندقيه ده الله. شارع عريق جدا مجاور سيدنا الحسين. لازم اقول لك انه كل محل بيطلع الطواجن بتاعته واكله، فانت هنا مائدة لحد اخر الشارع يا واي حد معدي بيقعد، ما فيش كلام فيه. الله. ويعني طبعا انا عشت كتير الموضوع ده، بس انا كل ما افتكر وامشي في الشارع ده اترحم على ابويا وعلى كل الناس اللي كانوا الجميلة حواليه. رحمة الله عليهم جميعا. طيب راحة البال بتيجي منين؟ احلى حاجه راحه البال. بتيجي منين راحة البال؟ لما يكون بني ادم عامل ايه يبقى عنده راحة بال؟ لما الواحد يصلي الفجر. الله، صلاة الفجر بتجيب راحة البال. ايوه. زين، زعلت من مين ولسه مش قادر تسامحه لحد دلوقتي؟ بزعل من القريبين بس. في حد معين مزعلك؟ بزعل. انا من الناس اللي بيزعلوا بسرعه جدا وبتتصافى بسرعه جدا. إيه؟ وبتتصافى بسرعه جدا. بتصافى. يعني مثلا زعلت ان فجاه لقيت ان محمد ابني مشغول، فانا يعني مثلا بقالي يومين ما كلمتوش مثلا، انا عارف ان هو خلاص كبر، بس في مخي ان هو ابني كده يعني. طبعا. سر ما قلتوش لحد قبل كده، اول مره تقوله دلوقتي؟ لا، في اسرار كتير جدا. طب ايه السر اللي تقدر تبوح بيه؟ ان انا عاوز اروح اسكندريه. ده سر؟ طيب شخص تتمنى لو ترجع بيك الايام عشان ما تعرفوش تاني؟ مش لازم اسمه، يعني شخص مين، يعني حد عمل ايه؟ في اكثر من شخص يعني، بس في شخص ما اتمناش ان لو الزمن يرجع ما كنتش حتى اتمنيت ان انا اشوفه تاني، وما اتمناش اشوفه في المستقبل يعني. هو شهير جدا، شخص شهير جدا، بس لا اتمنى رؤيته يعني. تمام. صوت في ودنك لما قبل ما تيجي تعمل اي حاجه تلاقي دايما الصوت ده هو اللي بيقول لك اعملها او ما تعملهاش. لا ده كتير بقى، الحكايه دي كتير بتحصل معاك كتير. لا طب كتير. ايه اكتر صوت لا ما بعرفش مين، بس هو طول الوقت في اصوات توجيه بيحصل يعني. توجيه اكتر يعني. توجيه اكتر. ضعفك بيظهر امتى؟ لما بخاف. بيظهر لكل الناس؟ لا بالعكس، بيظهر ثقة، عصبية وثقة مع بعض يعني كده. بس ضعفك ما حصلش موقف حسيت انت ضعيف واللي قدامك حس بضعفك؟ بالعكس، لما بلاقي في ضغط مثلا لما ببقى عيان ولازم بكتب احسن. لما بقى معيش فلوس وده بيحصل كتير وعاوز اعمل حاجة، اصرف كل ما املك في الحاجة اللي انا عايزها مهما كانت. يعني كده. طيب بزيادة، لأن كل الناس عارفة قد إيه، كل يعرفك شخصيا عارف أنت قد إيه شخص طيب ومحب لكل اللي حواليك، ولا حريص في مشاعرك؟ أنت بتشوف نفسك إزاي؟ أنا مشكلتي إني مندفع في مشاعري، مش حريص في مشاعري. حكاية الطيبة دي إن أنا بسلم للآخر طالما هو مرحب فعادي وغالبا يعني بتبقى كويسة، بس ساعات كتير قوي بتأذي من الموضوع ده. وده اللي بعده ظلم، حرف الظهر. ظلم حد ليك علمك ايه؟ لا حكاية طبعا هو الحمد لله رب العالمين على كل حاجة، بس حكاية الظلم ديت في شغلي طول الوقت بتحصل لي. طب ايه اكتر حاجة اتظلمت فيها علمتك حاجة؟ ان اعمل العمل واتعب فيه جدا ويحصل مشاكل بسبب حاجات اخرى، فيتظلم العمل اللي انا تعبت فيه. وده باستمرار، اني مثلا ابقى جاهز اشتغل في حاجة وبص الاقيها الناس تخاف تعملها تنفذها. هو كتير يعني بيحصل معاك كتير قوي. طيب عتاب، لو في ايدك دلوقتي تعاتب حد دلوقتي في الكاميرا، هتعاتب تقول له ايه؟ لو عايز تقول مين طبعا يا ريت، لو مش عايز هتعاتبه تقول له ايه؟ اصل يعني هو غالبا العتاب يعني والاحساس ده بيبقى دايما برضو للقريب.
نفسك تعاتب حد؟ الناس القريبة ساعات بتتغير، قريبة قوي يعني. مش هتعاتب؟ ما تحبش ما تعاتب؟ لا ما لا ما بتعاتبش؟ لا. طيب غياب، مين اكتر شخص او اكتر حد في حياتك لما بيغيب بتحس بعدم الامان؟ عدم الأمان؟ لا يعني عدم الأمان لا، أصل هو ربنا هو اللي موجود، فما فيش غيب ونعم بالنسبة لي. بالله. عدم الأمان دي مرتبطة بربنا، ونعم بالله. فما يعني ما عنديش دي. فرصة ضاعت منك تتمنى الأيام ترجع تاني علشان ما تضيعهاش؟ لا مش بتاعتي برضه، ما عادي. مفيش؟ لا. قلبك لسه بيدق للي راح ولا خلاص اللي فات مات؟ لا أنا عندي نستالجيا طول الوقت وحب للماضي طول الوقت، لأن أنا عشت فترات أعتقد يعني إن ربنا يعني لوني تلوين، دخلني في حتت في مناطق يعني طول الوقت أتمنى إن أنا تثبت. يعني جوار سيدنا الحسين دي قعدت سنين طويلة في شارع السندية. يعني الشارع ده على فكرة بين بيتين وبيت الجبرتي، يعني الجبرتي وبعدين بيتين وبعدين زقاق المدق وبعدين دكان أبويا. وأنا عشت بقى في دكان أبويا ده سنين، يعني من 6 سنين كده وانت طالعة لحد كتير قوي. ف قلبك لسه بيدق للقديم، بتحن جدا لزمان تاني. جدا جدا. كلمة نفسك تسمعها من حد بعينه، كلمة واحدة نفسك حد يقولها لك، مش مهم مين يقولها. يعني أكيد الواحد أكتر حاجة بيحب يسمعها بحبك يعني. لحظة ندمت فيها على حاجة في حياتك؟ إن اضطريت إن أنا ما واجهش. ندمت على إن أنت ما واجهتش؟ يعني ندمت، بس كانت الخسارة هتبقى في مشاكل لأولادي أكبر. بس تمام. مين مشاعر ممكن تتغاضى عنها علشان ما تزعلش حد؟ يعني هو ما فيش يعني أمي أكتر حاجة ممكن تخليني أبلع أي مشاعر. يعني زعل بقى من حد، خناقات، مش عارف، طالما أمي موجودة بحط جزمة ببقي وبسكت وبتبقى تحت رجلي، ما فيش كلام يعني. ربنا يبارك لك فيها. نون، نصيحة تنصح بيها الناس كنت تتمنى لو حد نصحك بيها زمان؟ لا أنا نصيحة أتمناها لكل حد يعني بيشغل ناس، ادي العيش لخبازه. دي مشكلة كبيرة جدا، يعني انه طول الوقت بلاقي الخباز ما بيعرفش يخبز. يعني فالواحد لما بيكون بقى صنايعي، يعني اعتقد ان انا صنايعي كويس او بحس كويس الحاجة اللي انا بعملها، بقعد اتفرج على حاجات ما بتتعملش بصنعة خالص ولا بموهبة وبتتسقف لها، فدي حاجة مزعجة جدا وبتغير في يعني الرأي يعني أو مزاج المشاهد المتفرج عموما طبيعي يعني. بتلخبطه. تمام. هروب، تهرب من ايه؟ أنا هراب من قبل ما تتكلم. أنا هراب جدا. ما أشوف حد صريح بيقول إن هو بيهرب. ده أنا هراب جدا جدا. تهرب من ايه أكتر حاجة؟ من المسؤولية. يعني المسؤولية، لأن أنا يعني لما بشيل المسؤولية ببقى عاوزها 100%، فبالتالي أنا بخاف جدا من المسؤولية، أنا هراب كبير. سؤال يعني دخيل على الفقرة بتاعتنا، تعترف إن الرجالة بتتهرب دايما من شيل المسؤولية؟ دي صفة رجالي؟ أنا هراب، أنا مش بتهرب، ده أنا هراب، يعني أنا المصدر بتاع الهروب. وشاهد من أهلها. أنا بقفل على نفسي الأوضة ممكن شهرين هربان، أو ممكن أنام 2-3 هربان. طيب ممكن أسافر. شهادة يعني. أنا أصلا دايما بقول كده بس محدش بيصدق. لا معاكي الهراب الكبير. طيب واو، وقتك ايه اكتر حاجة بتحب تقضي فيها معظم وقتك؟ وانا بكتب. كتابة. مش معظم، يا ريت يعني. ساعات ما بقدرش اكتب. يعني الكتابة دي اتعملت زي رفع الأثقال، اللي يقول ان الكتابة دي حاجة سهلة ده راجل ما فهمش حاجة. كتابة مسؤولية وشهادة وحمل تقيل، والقدرة عليها أصلا محتاج ربنا.
ونعم يعني بالله. آخر سؤال وآخر حرف هو حرف الياء. يوم تتمنى تعيشه من تاني؟ لا كتير اختار لنا واحد، كتير. أو حتى لو مش قديم، يوم بتحلم تعيشه. يعني اليوم اللي شفت فيه الشيخ أول مرة. الشيخ المعلم بتاعك أول مرة تتمنى اليوم ده يرجع من أول وجديد. شكرا جدا جدا، واحنا بنفتخر بيك جدا وبنتشرف ان انت كاتب مصري وليك كتب مهمة وليك سلسلة قصصية مهمة جدا جدا. شرفت بيك النهاردة على الكنبة ونورتني جدا يا نصر، وإن شاء الله أشكرك نشوفك مرة تانية. أشكرك، شكرا جزيلا. شكرا.